السلام عليكم. هل وصلنا لمرحلة في 2023 إن مصر بتشتري قمح من الإمارات؟ ولا مصر بتستلف ملايين الدولارات من الإمارات علشان تقدر تشتري قمح؟ ولا هما الاتنين سوا؟ ولا الموضوع أكبر من كده؟ تعالوا نشوف الحوار ده على السريع. علشان نحاول نجاوب على الأسئلة دي وغيرها، الأول لازم نقرأ الكام خبر وتصريح دول. أعلن وزير التموين الدكتور علي مصلحي إن الحكومة ستوقع اتفاقية مع صندوق أبو ظبي للتنمية للحصول على قرض متجدد قيمته 100 مليون دولار لتتمكن مصر من شراء القمح، وشراء القمح هيكون من شركة الظاهرة الإماراتية. وقال مصلحي إنه ممكن نستخدم القرض في شراء حبوب تانية مش شرط قمح. أما موقع بلومبرج الاقتصادي فبحسب المنقول عنه فهو وضح تفصيلة زيادة، تفصيلة بتوضح مصطلح قرض متجدد، ان القرض المتفق عليه اجمالي قيمته 400 مليون دولار، ولكن على دفعات، كل دفعه 100 مليون دولار. يعني مصر هتستلف 400 مليون دولار لشراء قمح. امتى بالظبط السلف ده هيحصل؟ محدش قال. طب مده القرض دي قد ايه؟ محدش قال، بس قالوا انه متجدد. طيب مين اللي هيسدد الديون دي؟ وهيتسددوا ازاي ومنين وخلال قد ايه؟ طب السلفه دي مره في السنه فهنستلف 400 مليون دولار سنويا، ولا 100 مليون دولار في السنه الواحده، ولا كل ما هنحتاج قمح هنتداين من الامارات؟ هل ممكن في سنه واحده نستلف نص مليار دولار اللي هم 500 مليون دولار، ولا اكتر نستلف 600 ولا 700 مليون علشان نشتري قمح ونعرف نعمل دقيق وعيش؟ برضه محدش قال حاجه. الفكره بس ان خلال 2023 زادت واردات مصر من القمح بنسبه 34%. فبعد ما كنا بنستورد في اول 6 شهور من 2022 4 مليون و200 الف طن قمح، استوردنا خلال اول 6 شهور من 2023 5 مليون و600 الف طن قمح. وناخد بالنا ان بلدنا مصر الدنيا هي من اكبر مستوردي القمح في العالم ان ما كانش الاكبر، واننا سنويا بنستورد سواء الحكومه او القطاع الخاص ما مجموعه 12 مليون طن قمح، ويبدو ان الرقم مرشح للزياده. الموضوع كده يخوف الحقيقه. اصل مع كل الاحترام لاي دوله في العالم، بس لما توصل ان مصر بلد النيل والدلتا وتوشكا وشرق العوينات، بلد الصوب الزراعيه، بلد مشروع 1.5 مليون فدان وغيره وغيره وغيره، لما توصل ان البلد دي تروح مش تشتري قمح من الامارات، لا، تروح تستلف من الامارات ملايين الدولارات علشان تشتري قمح من الامارات. برضو بنستلف من صندوق ابو ظبي السيادي علشان نشتري من شركه الظاهره الزراعيه الاماراتيه. وتعالى بقى كده وركز في اللي جاي ده. في 9 فبراير 2016 تصدر منشط جريده الاهرام، منشط شهير قوي، اول ما نقول هتفتكره على طول. المنشط بيقول القمح في ذمه الله. المنشط اللي كان تحته عنوان بيقول وزير الزراعه والتموين يعلنان نهايه عصر زراعه القمح في مصر. وتناقل الناس اسباب وقتها، يمكن كان ابرزها ان تقليل مساحات زراعه القمح راجع لنقص ميه الري بسبب مشكله سد النهضه نهر النيل. ولكن لو رجعنا قبل التاريخ ده بسنتين بس او اقل، وتحديدا في اكتوبر 2014، هنلاقي وكاله رويترز نشر خبر بعنوان شركه اماراتيه تسعى لانتاج 300 الف طن قمح من توشكا المصريه. اما تفاصيل الخبر فبتقول ان شركه الظاهره الزراعيه اللي مقرها الامارات العربيه المتحده عملت اتفاقيه استثماريه في مصر، وتحديدا في مشروع توشكا. وبتسعى الشركه بعد عامين في 2016 لانتاج 300 الف طن قمح. شركه الظاهره الزراعيه الاماراتيه جت مصر وأجرت أراضي في توشكا مساحتها 100 ألف فدان، وبتزرعها قمح من خلال استغلال مية خزان السد العالي. وخلال عامين بس تنوي الوصول لمعدل إنتاج 300 ألف طن قمح. بعد عامين دول اللي هو 2016، نفس السنة اللي كتب في أعرق جريدة حكومية مصرية إن القمح في ذمة الله. ومش بس كده، ده نفس الشركة واخدة برضو أراضي في شرق العوينات وبتنتج منها بالفعل 100 ألف طن قمح. فطبيعي في 2023 إن مصر تشتري من الإمارات قمح، إن مصر تستلف فلوس ملايين الدولارات علشان تشتري من الامارات قمح مزروع في اراضي مصريه لكنه تابع لشركه اماراتيه. وهنا بنسال، وزير التموين بيقول انه هياخد سلفه من صندوق ابو ظبي السيادي علشان يشتري من شركه الظاهره الاماراتيه اللي هي مش بعيد اصلا تكون احد الاصول والاستثمارات اللي بيملكها الصندوق. من الاخر الوزير مش هياخد الفلوس في ايده اصلا، صندوق ابو ظبي هيحول الفلوس لنفسه غالبا، والله اعلم، وفي احسن الاحوال هيحولها لشركه اماراتيه. فبعيدا عن المصيبه دي، ازاي بقى الوزير بيقول انه ممكن يشتري بيها حبوب تانية غير القمح؟ انت ما تملكش الفلوس اصلا. يبقى التصريح ان ممكن نشتري من شركه الظاهره الزراعيه قمح او نشتري منها حبوب اخرى. مصر بقت مش بس بتستورد قمح من روسيا واوكرانيا والهند، ده كمان والامارات، وبالسلف بالدين. وشركه اماراتيه جايه واخده ارضنا وبتسحب من ميه خزان السد العالي وبتزرع في شرق العوينات وتوشكا قمح وتبيعه لنا بالعمله الصعبه. بالله عليكم لو ده ما اسموش فشل وفساد يبقى اسمه ايه؟ لو ده مش اهدار مال عام واهدار لثروات ومقدرات الوطن يبقى اسمه ايه؟ اسمه اهدار لكرامه الوطن.
الشاهد بقى من الحوار علشان الأراجوزات أصحاب الملايين واللي زيهم اللي بيطلعوا على القنوات والمواقع الحكومية والخاصة اللي هي حكومية برضه يقعدوا يكلمونا عن المشروعات والإنجازات يخرسوا بقى شوية، علشان المسؤولين والوزراء اللي بيقولوا إحنا عاملين إعجاز يسكتوا، علشان أعضاء مجلسي النواب والشيوخ اللي ما وراهمش غير التطبيل للرئيس والحكومة والموافقة على القروض والسلف يتهدوا بقى. ويا ريت ما نسمعش كلمة من أي حد من كل دول وغيرهم يقول لك مصر على طريق تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح. مين قال كده؟ قول مين ما قالش. في 14 مايو 2023 صرح خالد جاد مدير المكتب الفني لمعهد المحاصيل بمركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة إن نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح تزيد حاليا عن 50%، اللي هو أصلا تصريح متشقلب. المفروض يقول مصر لديها عجز 50% في محصول القمح، مش حققنا الاكتفاء الذاتي بنسبة 50%. ومش ده بس اللي قال، ففي 15 مايو 2023 نشر المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء تقرير تحت عنوان الجمهورية الجديدة على طريق الاكتفاء الذاتي من القمح، وادعوا فيه إن واردات القمح بتقل بسبب خطة الحكومة وإدارتها لمنظومة القمح، وده الكلام اللي هو كذب وفق بيانات رسمية. وفي نفس اليوم 15 مايو 2023 صرح عضو مجلس الشيوخ إيهاب وهبة بأن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لموسم حصاد القمح في شرق العوينات يأتي ضمن خطة طموحة لتغيير خريطة الزراعة في مصر والنهوض بالعديد من المحاصيل والمنتجات الغذائية الاستراتيجية، وأن الرئيس استصلح 460 ألف فدان من أجل تقليل فاتورة الاستيراد. بصراحة واضح آثار نجاح الخطة الطموحة دي يا مستر إيهاب. يا ريت بس وانت قاعد بتاكل كرواسون فرنساوي مستورد في كافيه من مجلس الشيوخ يا ريت تسيب بقشيش كويس لعامل البوفيه. في 14 يوليو 2023 نشرت دراسة صادرة عن المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، ورصدت الدراسة خطوات وخطة الحكومة المصرية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح، وأن الحكومة زودت المساحات المزروعة بالقمح واعتمدت على التكنولوجيا الحديثة في الزراعة والري، ودخلت أصناف جديدة بتزود إنتاجية المحصول، وصرفت حافز إضافي لمزارعي القمح لضمان زيادة معدلات التوريد للحكومة عن سنة 2022. وقالت الدراسة إن في عدد من المشروعات القومية الزراعية انطلقت لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح تحت إدارة الشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية. طب بالراحة بس بالراحة، بعد ده كله ليه بنستلف دولارات من أبو ظبي علشان نشتري قمح من الإمارات، قمح مزروع في مصر؟ بصوا، الاخبار والتصريحات في القصه دي كتير جدا. اكتب كده على جوجل مصر القمح اكتفاء ذاتي وشوف النتائج قد ايه، وخش اقرا وبص على تواريخ التصريحات، وتعالى بص لواقع مصر في اغسطس 2023 وانت تعرف الحقيقه. احنا بس واحنا بندور لقينا خبر صغير كده منشور في 18 يونيو 2023. بيقول ايه الخبر ده؟ صرح وزير التجاره العراقي أثير داود الغريري ان العراق تمكن من تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح هذا الموسم. واضاف الوزير ان اجمالي كميات القمح المطروحه للبيع في السوق تجاوزت الكميات المتوقعه، واستورد العراق القمح لتغطيه النقص خلال عام 2022 لتراجع انتاج القمح المحلي بسبب عده عوامل ابرزها الجفاف وازمه شح المياه. والعلم فالعراق كان مكتفي ذاتيا من القمح في خلال 3 سنين متتاليه 2019 2020 2021، وحصل نقص بس في الانتاج في 2022 ورجع تاني الاكتفاء المحلي في 2023. نتمنى كل الخير والتوفيق لكل اهلنا في العراق. فادي العراق الأراجوزات كل شويه يقولوا احمدوا ربنا اننا مش زي سوريا والعراق. ادي العراق رغم كل الظروف السيئه اللي مرت بيه، رغم الاحتلال والتدمير، رغم الحصار الاقتصادي، رغم الظروف الاقتصاديه، رغم شيوع الفساد في المؤسسات زي كل دولنا العربيه، الا انه قادر بفضل ربنا انه يحقق نجاحات، قادر انه يعمل حاجه. فبدل الكذب على المواطنين، بدل تضييع فلوس الناس في ولا حاجه، بدل ما احنا عمالين نأجر ونبيع اراضي لصناديق استثماريه اجنبيه ونلف نستلف منهم علشان نروح نشتري منهم محاصيل مزروعه على ارضنا وبميتنا، يا ريت الحكومه دي يا تشتغل بضمير يا يقول انا مش قادر وفشلت ويمشي، ويقولوا لنا يا عم هاتوا انتم متخصصين يديروها. والله يا عم هنحسبها لهم جميله ونقول لهم شكرا طولتوا القعده معانا، بس ما عدتش على السريع. ولكن ده كان على السريع. ابدا اعجابك بالفيديو وقول لنا رايك في التعليق، وشارك الحلقه مع اهلك واصحابك وجيرانك والمجتمع والناس، واستنانا مره تانية على السريع.